تبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع فترة الحرب العالمية التانية. بنشوف طفل اسمه إينوكس، وبنعرف إن إينوكس بيحب البحر جدا، لكن كان بيخاف منه وبيجيله تخيل إن لو نزل البحر يغرق ويموت. وكان مهتم جدا بتجميع قواقع البحر، وكان متعلم الهواية دي من والده. وفي يوم من الأيام كالعادة بيروح إينوكس عشان يجمع قواقع البحر، بس لاحظ إن في حجر كبير وعجبه جدا وقرر إنه يخليه معاه. وبيرجع إينوكس البيت ومعاه الحجر وبيخليه في مخزن البيت، وبدأ ينظف الحجر من القشرة اللي حواليه، ولاحظ إن جواه لون أزرق ولزج، وفضل يكمل ويفتح الحجر. لكن مامته كانت بتنده عليه فارتبك وراح ليها على طول. وكانت مامته عايزاه عشان عرفت ان في عواصف وامطار هتضرب المدينه، وهي كانت خايفه عليه. وفعلا ابتدت العواصف تضرب المدينه. في الوقت ده كان باب المخزن اللي فيه الحجر اتفتح من قوه ضغط الهواء، وبدون ما حد يعرف إينوكس بيروح عشان يقفل الباب، لكن لاحظ ان الحجر وقع في الارض بدون ما حد يجي جنبه. وفي اللحظه دي بيحس إينوكس ان في صوت شيء بيتحرك جنبه، وبدا يدور في المخزن لغايه لما اكتشف كائن شبه الديناصور. وكان إينوكس خايف منه، وفهم إينوكس ان الحجر اللي لقاه كان عباره عن بيضه المخلوق غريب. بعد كده بيروح إينوكس للمطبخ وبيجيب اكل للمخلوق ده، وبدا الحيوان الغريب ياكل، وكان واضح انه مرتاح لإينوكس. ولاحظ إينوكس ان المخلوق فيه مشكله في ظهره، فرجع لبيته وجاب الادويه عشان يعالج المخلوق ده. وبعد يوم طويل بيرجع إينوكس لاوضته عشان ينام، وفضل ساكت عشان امه ما تحسش ان في حيوان معاه لانها ما بتحبش الحيوانات. وقرر إينوكس ان ما يقولش لحد عن المخلوق الغريب ده. وفي اليوم التاني بيصحى إينوكس من النوم على صوت عربيات الجيش، وكانوا رايحين في اتجاه بيتهم. وبنعرف ان في قائد اسمه توماس، وهو كان قائد كتيبه، وكان بيتكلم مع ام إينوكس ويقول لها انهم هيفضلوا موجودين معاهم لفتره معينه. وبيوضح ليها ان الاوامر دي جت من الرتب الاعلى منهم، وان الضباط بس هم اللي مسموح ليهم يدخلوا البيت عندها. في الوقت ده افتكر إينوكس المخلوق الغريب، وهو كان موجود جوه المخزن. وبسرعه بيجري ناحيه المخزن، واكتشف ان الحيوان بياكل الجزمه بتاعت ابوه، ففهم ان هو جعان، فبيروح للمطبخ عشان يجيب ليه الاكل. فبدا المخلوق الغريب ياكل بسرعه، وكان مستريح لإينوكس وحب كمان الاكل اللي جابه ليه. وقرر إينوكس انه يسمي الحيوان ده باسم كروزو، وفضل ياكل المخلوق لغايه لما خلص. بعد كده بيعرف إينوكس ان المخلوق عطشان، وقرر انه يخبيه داخل الصندوق اللي جاب فيه الاكل، وده لقى عليه ميه. وكان كروزو مبسوط جدا بالميه وفضل يلعب. وفهم إينوكس ان المخلوق بيبقى مبسوط جدا لما بيبقى جوه الميه. وبنشوف ام إينوكس بتجيب عامل للبيت وطلبت منه انه يراقب ابنها، لانها لاحظت تصرفات غريبه من ابنها لدرجه انه بيروح المخزن على طول. وبدا يتحرك الموظف للمخزن عشان يراقب ابنها. وكانت اول حاجه يعملها الموظف بيطلق صندوق الميه اللي فيها المخلوق كروزو. واول لما العامل دلق الميه، كروزو بيطلع من الصندوق. فبينصدم إينوكس لما عرف، وفضل يدور عليه لكن ما لقاهوش. وكان قلقان جدا من ان مامته تشوفه وتعرف انه موجود معاه، وفضل لغايه الليل يدور عليه لكن برضه ما لقاهوش. في اللحظه دي بنشوف كروزو بيكبر بسرعه، وبنعرف ان حجمه بيكبر اسرع لما بيكون جوه الميه. في الوقت ده بنشوف كلب مجموعه الكتيبه، وبنعرف ان اسمه ستيرنج. وبيشوف كروزو بيتحرك وبيجري وراه، لكن كروزو كان محظوظ لان الكلب ستيرنج كان مربوط في حبل وما قدرش يكمل وراه، وتسبب الكلب في فوضى كبيره في البيت. ونروح لإينوكس اللي فقد الامل انه يلاقي كروزو، وفجاه بيسمع صوت اخته وهي جوه الحمام وكانت بتصرخ. وهنا فهم ان كروزو موجود في الحمام، وبدا يتحرك بسرعه لاخته ويسكتها عشان ما حدش يعرف. وقرر انه يحكي لاخته عن كل اللي حصل عن كروزو. وبيتفاجئ إينوكس لما شاف كروزو ولقاه كبير، وما كانش متخيل انه يكبر بالسرعه دي. وبنشوف ام إينوكس اللي بتروح للموظف الجديد، وكانت شايله مجموعه ملابس على ايديها، وبتشرح ليه ان الملابس دي بتاعت جوزها اللي مات غرقان. وشرحت ليه ان إينوكس واخته ما يعرفوش ان ابوهم مات، وطلبت منه ان الموضوع ده يبقى سر ما بينهم. وبيوافق العامل على كلامها. بعد كده طلبت منه انه يروح للحمام عشان يصلح حنفيه الميه لانها كانت بتسرب. وبيروح الموظف الجديد ويدخل الحمام، واتفاجئ بإينوكس واخته وهما كانوا بينظفوا كروزو. واول لما شافوا الموظف اتصدموا، ما كانوش عارفين هيعملوا ايه، وكمان ما كانوش يقدروا يمنعوا الموظف من دخول الحمام، وما كانش عندهم حل تاني غير انهم يقولوا له عن موضوع كروزو. في الوقت ده بيروح قائد الكتيبه وبيطلب من ام إينوكس انها تعمل اكل وتعزم المجموعه جوه بيتها. فبتوافق ام إينوكس على طلبه. وبنروح تاني لإينوكس اللي طلع من الحمام لكن بينسى يقفل الباب. في اللحظه دي كروزو بيشوف الباب مفتوح وبيخرج من الحمام، ولسوء حظه ان الكلب ستيرنج بيشوفه وبيجري وراه. بس كان الكلب المره دي مش مربوط بحبل، وقعد يدور على كروزو في كل مكان في البيت لدرجه ان كل حاجه كسرها وهو بيدور عليه. بعد كده بينزلوا للطابق الارضي، وكانت الكتيبه كلها قاعده معزومه على الاكل. وبيجري كروزو جوه ترابيزه الاكل عشان يهرب من الكلب ستيرنج، وبيطلع الكلب فوق الترابيزه عشان يمسك كروزو ويقتله. لكن كروزو في النهايه بينجح انه يهرب من الكلب ويروح لحوض قريب فيه ميه، وبينط فيه وبياكل كل السمك اللي جواه لانه كان جعان جدا. وفي اليوم التاني بنشوف الموظف وبينصدم لما شاف حجم كروزو، لان كروزو كان نموه سريع جدا في فتره بسيطه. وابتدوا يفكروا في مكان عشان يخلوه فيه كروزو، ووصلوا لحل انهم يخلوه في البحر يعيش جواه لان حجمه كان كبير وما كانوش يقدروا يخلوه في البيت. في الوقت ده بتطلب ام إينوكس من قائد الكتيبه انه يعلم ابنها ويدربه في الجيش، وطلبت كمان منه ان ابنها ينضم لمجموعه الكتيبه عشان يتعلم ويعرف يدافع عن نفسه. وفعلا بيوافق القائد، وبيدخل إينوكس في المجموعه ويتدرب معاهم. لكن إينوكس كان دايما بيفكر بكروزو، وما كانش يقدر يتحرك لاي مكان بسبب تعليمات
تعليمات قائد المجموعة. لكن بيجي يوم وبيقرر إينوكس ما يتدربش معاهم وبيروح للبحر عشان يشوف كروزو، وأول لما وصل فضل يستناه وينده عليه لكن بدون فايدة. وقرر إينوكس إنه ياخد مركبة صغيرة ويروح يدور عليه بنفسه. وأول لما وصل لمسافة كبيرة بيطلع عليه كروزو واتفاجئ من حجمه الكبير، وده بسبب الأكل اللي موجود عنده في البحر. وهنا بياخدوا كروزو على ظهره عشان يلعب معاه شوية، وكان إينوكس خايف جدا من البحر لأنه ما كانش بيحب المية، لكن بعد كده بيتعود إينوكس وبيكون فرحان جدا مع كروزو. في الوقت ده كان القائد بيراقب إينوكس وعرف إنه هرب من التدريبات، واتفاجئ لما شافه مع كروزو، وكان من كتر الصدمة ما كانش عارف يعمل حاجة. وبنشوف تدريبات الجيش وكانوا بيتدربوا على المدافع وبيضربوها باتجاه البحر اللي فيه كروزو، وكان الهدف من التدريب يختبروا قوة المدافع ومدى وصولها. وأول لما شافهم إينوكس بيصرخ عليهم بقوة عشان يوقفوا الضرب بالمدافع، لكن هو ما قدرش إنه يمنعهم أو يوقفهم. فبتقرر مامته تمنعه من الخروج لأنه عرض حياته للخطر بسبب وجوده في مكان قريب من المدافع. في الوقت ده كان في مصور وكان جايب الكاميرا بتاعته عشان يصور كروزو جوه البحر، لأنه قبل كده كان قريب من البحر وشافه بالصدفة. وكان الهدف من تصويره إنه يعمل سبق ويثبت للعالم إنه شاف حيوان غريب ويقدر يكسب جوائز من خلال صور كروزو. وفضل يستنى لوقت طويل لكن كروزو ما طلعش. لكن بيزهق المصور من كتر الفترة اللي استنى فيها كروزو، فقرر إنه يعمل تصميم شبيه لكروزو ويضحك على العالم على أساس إنه للمخلوق الغريب. وفعلا بتنزل الصور في الجرايد وكان الموضوع واخد شهرة كبيرة في المدينة. وبنشوف القائد اللي شاف كروزو وبيأكد ليهم إنه شافه بنفسه، فقرروا إنهم يصطادوا كروزو واختاروا ميعاد يكون بالليل عشان محدش يشوفهم أو يعارضهم. وهنا بنشوف إينوكس والموظف وهما بيخرجوا من البيت عشان يدوروا على كروزو. وأول لما وصلوا للبحر كان إينوكس بيصرخ عليه، وفجأة كروزو بيظهر. والمفاجأة إنه كان بيحاول يقتل إينوكس لأن كروزو اتأثر بضرب المدافع واعتقد إن اللي عمل كده إينوكس. واتصدم إينوكس من اللي شافه وحاول يستوعب اللي حصل وقرر إنه يرجع للبيت. لكن في الوقت ده بيسمع صوت الكلب بتاع الكتيبة وعارف إن في ناس بتدور على كروزو، وبيفهم إن الجيش هو اللي جاي يدور عليه، وكانت الكتيبة في الزوارق الحربية وبيدوروا على كروزو عشان يصطادوه. وأول لما شافهم كروزو هجم عليهم بكل قوة، بس حست الجنود إنهم هيموتوا وطلبوا المساعدة من القائد من خلال اتصال بالجيش، وطلب منهم يضربوا البحيرة بالمدافع لأن المخلوق الغريب هجم عليهم. في اللحظة دي بيقلب كروزو بزورق عليهم وبينجح الضابط ينقذ نفسه من الموت. وبتوصل أم إينوكس عشان تطمن عليه، وأول لما شافت ابنها كويس وما فيهوش حاجة بتحضنه من خوفها عليه. وابتدى الجيش يضرب القنابل على كروزو، وكانت القنابل اللي ابتدت تصيبه. وقرر إينوكس إنه يروح مع كروزو عشان يهربه ويوديه لمكان أمان في البحر. وهنا القائد بيأمر إنهم يوقفوا ضرب القنابل في اتجاه البحر، بس كان فيه أمطار وعواصف وكانت إشارة الاتصال ضعيفة، عشان كده الأمر ما وصلش للجيش وكانوا بيواصلوا الضرب. وبنشوف إينوكس وكروزو وهم في البحر وبيخرجوا إينوكس لطريق أمان. لكن في الوقت ده كان في برج مراقبة ولاحظ إن في حاجة غريبة في البحر، واعتقدوا إنها شكل غواصة أعداء للجيش، وأمروا إنهم يرفعوا الحاجز الموجود في البحر عشان الغواصة ما تقدرش تعدي منه. لكن كروزو قرر إنه يودي إينوكس لأمه عشان ينقذ حياته. وبعد كده بيروح كروزو وبيعدي الحاجز وبيروح للطرف التاني، ونجح إنه يخلص نفسه ويهرب من الجيش، وبيودع إينوكس لآخر مرة في حياته. وهنا يخلص فيلمنا النهارده.